قبل ما نبدأ نتكلم عن أي حاجة، إيه رأيك؟ بصوا، من ساعة ما أنا عملت القناة دي وأنا كان في حاجة في دماغي نفسي أعملها، إن أنا أجيب كرسي، وفعلا جبته اللي هو ده، وأبقى بعمل الفيديو أو بتكلم وأنا عامل كده. فمعلش اسمح لي واسمحي لي في الفيديو ده إن أنت هتلاقيني في الوضع ده كده وبتكلم بكل تناكة. معلش المرة دي بس. في سنة 2020 في واحد لقيته طلع قال على الفيسبوك، طبعا ساعة الكورونا، واحد طلع قال شفته علشان تعرفوا اهو ليه النقاب فرض. عشان يعني كلنا كنا بنلبس ماسكات وكده. عشان تعرفوا اللي حصل ده علامة من ربنا ان هو بيعرفكم ان النقاب ده فرض عليكم. طبعا سواء انت بتتفق او بتختلف مع الراجل ده، مش موضوعي اللي هو بيقوله. انا موضوعي ان كلنا بنعمل نفس الحاجة، كلنا بنستنتج معنى من المواقف اللي احنا بنعيشها. سؤالي بقى في الفيديو ده هو مخنا ليه وازاي بيعمل كده؟ ازاي بيستنتج معنى من المواقف اللي بتحصل لنا؟ وهل هي فعلا ليها معنى ولا مخنا اللي بيستنتجه؟ والخطر بيكمن فين؟ ويلا بينا نبدأ. اكيد انت فاكر وانت صغير لما كنت وانت نايم بتشوف حاجة على الحيطة وكنت مش عارف هو ده انسان ولا ده كائن غريب او شبح، فبتغطي كده دماغك بالبطانية واحدة واحدة وبتنام. طبعا انت دلوقتي عارف ان ده مجرد كان لبس متعلق وعامل خيال على الحيطة، بس ساعتها انت كنت متأكد ان في حاجة انت شايفها بعينيك ومصدقها. ودي بداية رحلة مخنا انه يحاول انه يستنتج معنى من المواقف اللي بيشوفها واللي بيعيشها. انا شايف كذا وده معناه كذا، والمعنى اللي انا لسه فاهمه ده هو الحقيقة بتاعة الموقف. فبالنسبة لمخنا مفيش فرق ما بين فهمي للموقف والموقف نفسه. انا شايفه كده يبقى هو كده. وهنا طبعا تبدأ المشكلة. خليني الاول اقولك ان احنا ما بنشوفش الدنيا زي ما هي في حقيقتها. يعني احنا واحنا شايفين شيء معين، هو في حقيقته مش زي ما انت شايفه. انت العين بتشوف مجرد اكواد او رموز، العين بتاخد الرموز دي تبعتها لمخنا، ومخنا بيصنع او بيكون صورة من الرموز دي. الكتاب ده مثلا على سبيل المثال هومو ديوس، اللي انا هعمل عنه فيديو في القناة هنا، ويقول لي رأيك في الكومنت لو كنت قريته. كتاب رائع جدا. فالكتاب ده هو في حقيقته مش زي ما انا وانت شايفينه. دي عبارة عن ذرات متماسكة مع بعضها وبتتردد او بتهتز بترددات معينة، فالعين بتاخد الرموز دي كلها وبتبعتها للمخ، والمخ بتاعي انا وانت بيدرك شكل الكتاب ده. لكن هو في الحقيقة مفيش الالوان دي، وهو في الحقيقة في العالم مفيش الوان، مخنا اللي بينتجها. عشان اوضح لك اكتر الفكرة دي، خلينا اديك مثال تاني. دلوقتي في ممكن جملة تتقال من نفس الشخص ويكون ليها معنيين مختلفين تماما على حسب الموقف اللي اتقالت فيه. زي مثلا ايه؟ انت مثلا شكلك تعبان، فصاحبك بيقولك ايه ده انت تعبان ولا ايه؟ تمام، دي الجملة. ايه الفرق ما بين بقى الجملة دي؟ ممكن بقى في موقف تاني انت بتتكلم فصاحبك بيرد عليك وبيقولك يا عم انت تعبان ولا ايه؟ طبعا انت في الجملة الاولانية فهمت ان صاحبك يعني قلبه عليك وخايف عليك وبيحبك، بيطمن عليك اذا كنت تعبان ولا لا. لكن في الجملة التانية هو بيعترض عليك نفس الجملة من نفس الشخص، ولكن مخك فهمها بمعنيين مختلفين. وده يخليك تسأل، يعني هو الجملة نفسها ما فيهاش معنى، الموقف نفسه ملوش معنى، ولكن المعنى بيحصل جوايا أنا، مخي أنا هو اللي بيدي للموقف معنى. طب إذا كان الموضوع كده، أنا ليه واثق في مخي للدرجة دي؟ ليه باخد كل حاجة بيقولها لي على إنها الحقيقة وعيش على أساسها؟ برأيي من أهم أسباب معاناة الإنسان إنه يفتكر إن اللي هو فاهمه هو ده الحقيقة. الخلط ما بين فهمنا وما بين الحقيقة، اللي احنا عارفينه هو ده الصح. أي حد مش عايز الصح يبقى هو اللي خلاني أضربه أو أحاربه. أنا شايف ابني ما بيذاكرش أو بنتي ما بتذاكرش، فبالتالي تبقى فاشلة أو فاشل. بالأسف بعض الآباء والأمهات بيذهبوا خطوة تانية أعمق من كده، فبيشوفوا ولادهم دول على إنهم أشرار أو وصمة عار أو خجل، بيكسفوا يعني بيتكسفوا منهم. إزاي أنا ابني أو بنتي
بالحقارة او بالفشل ده. خلينا ما نروحش دلوقتي في حتة الاباء والامهات والتربية، في فيديوهات تانية كتير هنرغي فيها براحتنا في الموضوع ده، ولكن اللي انا بقترحه عليك النهاردة في الفيديو ده هو انك تعمل اللي انا عملته وشفت تأثيره على حياتي، وهو انك تتبنى في خلفية مخك او عقلك فكرة تعرفها كويس وتؤمن بها كويس، هي انك مش عارف حاجة. صدقني الموضوع بسيط وسهل. قول كده ورايا: انا مش عارف حاجة. ايوه انا عندي افكار عن الموقف او عن اي حاجة، عندي وجهة نظري ومتبنيها فبالتالي بشتغل على اساسها، ولكن انا عارف ان دي فكرتي انا وده رأيي انا وده فهمي انا، مش دي الحقيقة. طب ده هيفيدنا بايه؟ هيفيدك انك دايما هيكون عندك الفرصة انك تتعلم وتتطور اكتر، لان دايما هيتثبت لك انك كنت فاكر حاجة غلط فتعرف الصح فتقتنع بيه، ففضل صح زي ما هو تمام، خليك مقتنع بيه. اكتشفت انه غلط وماله، غيره، اتعلم الصح وابدأ اعمله. في رأيي انا دي حاجة احسن بكتير او طريقة افضل بكتير ان احنا نعيش بيها، اكتر من انك تحبس نفسك في سجن. هو ده اللي انا عارفه، هو ده اللي انا هعمله، هو ده الصح، حتى لو حياتي بايظه ومنيله ب 60 نيله هفضل اكابر واقول للناس كلها لا انا صح وانتوا غلط واللي انا فيه ده ابتلاء من ربنا، مش عشان انا ببوظ الدنيا ولا حاجه. فبالتالي تطبيقا بقى على اللي انا بقوله في الفيديو ده، انا عارف دلوقتي ان كل اللي انا بقوله لك ده ممكن يكون غلط وممكن يكون اي كلام، فما تصدقش على طول اللي انا بقوله لك ده. فكر فيه الاول. القناه دي انا عملتها للناس اللي زيي واللي زيك، اللي هم مهتمين او حابين ان هم يستكشفوا نفسهم او مخهم، ونيتي من القناه دي هي اني اقدم لك الافكار او المفاهيم او القوانين النفسيه اللي انا شفت تاثيرها كويس على حياتي، وعارف ان اي حد لو جربها هيلاقي التاثير لحظي على حياته. فلو كنت مهتم بده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اللي جايه. لو حابب تسمع مني لك ورغي في فيديوهات تانية كتير، أنا نادر رجب وبشكرك جدا على المشاهدة، وأشوفك في الفيديو الجاي، وسلام.